كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه لقاء الاهلي وسونديب وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب باربع اهداف نظيفه وصعود النادي الاهلي لدوري المجموعات، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الدكتور عمرو محب. مستر بيتسو، مرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الاول نقول لك الحمد لله على السلامه، نورت ملعب الاهلي والسلام، ومبارك لك النهارده على الفوز، فوز مهم والصعود لدوري المجموعات. اعتقد مباراه تعني للاهلي كتير. شكرا. Yeah, it's good. We scored 4 goals. We all know we could have done much better, especially when you play against 10 against 11. But we did get the goals, and it was good to get the rhythm, and also important to give other players who've been out with Corona a chance. Bring Afsha, bring Karaba, chance Akram. It was not tactical changes; it was the changes to get their condition up a little bit because they come from Corona. But I'm happy Saad got a chance to play. He has been out for a long time. Ali Lotfi kept it quiet, and Ryan got a chance. So yeah, it's good. بقوله كويس طبعا، الحمد لله نتيجه كويسه، جبنا 4 أهداف. بقى كان نفسنا طبعا نجيب اكتر، وكل الكل كان واخد باله ان احنا كان ممكن عندنا فرص نجيب اكتر، بس اهم حاجه حافظنا على ايقاع اللاعب. ادينا فرص لاعبين اللي كانوا راجعين من الكورونا زي كهربا وزي اكرم وزي قفشه، شفنا كابتن سعد سمير موجود النهارده، وعلي لطفي خد المباراه وعمل ماتش كويس، وريان برضو خد زمن لعب النهارده كويس بقى له فتره. فكويس ان هو بنعلي على مستوى اللعيبه ونحاول ندي فرصه كل لعيبه ياخد زمن لعب يعني. عايز اروح لبعض النقاط الفنيه النهارده. على الرغم من ان في تغييرات او في غيابات، لكن شكل الاداء للنادي الاهلي سواء في الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه نفس الاداء، يعني بيبقى في تطور اكتر على الرغم من الغيابات. النادي الاهلي محافظ على نفس الاسلوب ونفس الطريقه. Yeah, well, look, as I said, we don't have to make excuses for the players who are not here. Tonight is better. We got Afsha back, we got Akram back, and we got even Saad, who has not been playing, back. We got Karaba back from Corona also. So it's good that we get some players back, and we have been going through a lot of challenges because of Corona and because of injuries. And then we get them back, we still have to build our condition. So we have not been stabilized for the last 3 weeks. This one goes out, this one comes back, this one goes out, this one comes back. But inshallah, in the next 2 weeks, we should be stable, and we've got big games coming, the 2 Super Cups coming and the World Cup, and we still have to keep up with the dowry. So at one stage, we'll get everybody back. طبعا ما بحبش اقول اعذاري في لعيبه غايبه، فبحاول احافظ على نفس الايقاع. النهارده كان في عندنا فرصه ان احنا نرجع لعيبه زي كهربا وزي قفشه. شفنا سعد سمير موجود، شفنا عياد، شفنا لعيبه رجعت، ده كويس. بس احنا مشكله عندنا التحدي الاكبر موضوع الكورونا، في لعيبه بتغيب، احنا مش عارفين نظبط، لان على طول في لعيبه بيحصل غيابات. نتمنى في الاسبوعين اللي جايين عندنا ماتشات مهمه ان احنا نحاول قدر الامكان نحافظ على المجموعه، ما بقاش في غيابات بسبب كورونا، واحنا نعلي المستوى علشان يعني ندي ادائنا اللي احنا عايزين نديه، لان الغيابات كانت مأثره علينا الفتره اللي فاتت. عايز اكلمه على نقطه التدوير وسياسه التدوير اللي بيعملها في اللاعبين، وايضا سياسه تغيير الطريقه من 4 2 3 1 ل 4 3 3 في نفس الاطار. النادي الاهلي ما بيتاثرش فنيا في تغيير طريقه اللعب، اللعيبه بقى عندها قناعه فنيه بالشغل بتاع مستر بيتسو موسيماني. Yes, the players' availability influence the formation, whether you want to play 4-4-2 or 4-2-3-1 or 4-3-3. We've been making a lot of changes, and it destabilizes the team, not because we want to make changes in the formations, it's because who is available. هو بيقول تغيير طريقه اللعب مش علشان خاطر انا عايز اغير طريقه اللعب، عشان خاطر اللعيبه المتاحه، يعني اللعيبه الموجودين المتاحين هو بيخلوني اقلب 4-4-2 او 4-3-3 او 4-2-3-1 على حسب المتاح من اللاعبين. فهو الغيابات هي بتغير طريقه اللعب. بيقابل تحديات كتير، عندنا كاس العالم للانديه، وحلم جماهير النادي الاهلي ان احنا ناخد كاس العالم للانديه. اعتقد ان مستر بيتسو موسيماني عنده نفس الحلم، وايضا دوري ابطال افريقيا، انت يعني لسه متوج كبطل للبطوله التاسعه. الجماهير عايزه منك البطوله العاشره بمشيئه الله. Look, everybody has a dream. If you ask any coach, do you think you can win this tournament? If you qualify for that tournament,
it means you have an opportunity to win it. Okay, but we have to be realistic. Is it easy to win the World Cup? Very difficult. Which team in Africa has won it? Maybe it can start with us. We all want to win it, but if you don't win it, I think it's very important to have a very good presence to represent Africa in the World Cup, and Ali can do that. Ali has capacity. You know, it's not easy, but anything is possible. So, but what is realistic is to win the 2 Super Cups. We have potential to win the 2 Super Cups, and it would be nice to win five cups if you add those 2, but one at a time. Even the first one at a time, you know. But we can make history. I think Ali has never made this history, so we can make this history. هو بيقول لحضرتك طبعا اي فرقه بتتاهل لكاس العالم للانديه يبقى عندها الحلم مشروع ان تكسب البطوله، وكل المدربين نفسهم يحلموا بالبطوله يكسبوها، بس خلينا واقعيين طبعا صعب، بس طبعا دايما بيكون في اول مره، ممكن يكون احنا اول فرقه افريقيه، مفيش فرقه افريقيه قبل كده كسبت كاس العالم للانديه، بس ممكن نكون احنا، بس خلينا واقعيين صعب. هو الاسهل بالنسبه لنا وفي منال الفريق يعني ان احنا نكسب كاس السوبر الافريقي والسوبر المصري عشان نحقق 5 القاب، فده يبقى سهل، وده يبقى برضه اعتقد ده يبقى انجاز بالنسبه للجيل الحالي ان نحقق 5 القاب في موسم واحد. لكن طبعا احنا هننافس على الاقل نمثل تمثيل مشرف لافريقيا في كاس العالم للانديه. اخيرا عايز اختم معاه بانضمام والتر بواليا، شايف الصفقه ازاي وهيكون اضافه قويه، واحد من اللعيبه المهمه في الدوري المصري، اكيد انه اضافه لفريق النادي الاهلي. Yeah, we have added him because we need a little bit more in terms of numbers. Like now we had to play Ryan as a striker because Marwan is not available also as a striker. So we need one more of the striker. And today I play Sharif on the side to play also a little bit on the side. So yeah, Walter will add value. Look, he's been scoring goals. I know it's difficult to score at Ali because I think the red jersey can be a little bit heavy, to be honest. And if he can take the pressure, and yeah, he will add value. And there's a lot of games to go, so we need a lot of players for the next 2 cups and the World Cup. So yeah, we are excited to have Walter, and hopefully get a chance to play next week. هو بيقول والتر طبعا احنا جبناه علشان محتاجين زياده عاديه في كل مركز، يبقى عندنا اكتر من لعيب. احنا شفنا في غياب مروان النهارده لعبنا ياسر ريان، احمد ياسر ريان، وبندي فرص لعيبه. والتر طبعا فريق النادي الاهلي فريق ثقيله، مش اي حد ممكن يلعب بيها ويأدي. هو جاب اجوان في الدوري، نتمنى ان هو يدي نفس المردود معانا وهو بيلعب مع النادي الاهلي. هو الاسبوع الجاي ممكن ياخد فرصه لعب ويكون موجود، ويتمنى يكون ليه يعني، هو طبعا اضافه للفريق، بس يتمنى يعني يقدر يلعب تحت الضغوط في النادي الاهلي ويجيب اجوان ويديها مردود احنا منتظرين منه. شكرا مستر بيتسو، ومبارك لك ونتمنى لك التوفيق في مشوارك مع النادي الاهلي. شكرا حبيبي، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب ب4 أهداف نظيفه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.